السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة بإذن الله. هنبدأ مع بعض كده روتين مختلف بس حلو ان شاء الله. ان شاء الله انا متأكدة ان انتوا هتستفادوا منه. في الاول نحب نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. واحب اقولك لو انت اول مرة تزوري قناتي يا ريت تشتركي معايا في القناة وتنوريني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو تشجيعا منكم لي. نبدأ ونقول بسم الله. النهارده انا هعمل معاكم كفتة الرز كده اللي انا كنت عاملاها في فيديوهات قبل كده. النهارده هنطبخها مع بعض ان شاء الله، وهوريها لكم ان هي بدون تحمير وبدون ما تتحمر. هتلاقوها بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا، وعمرها ما هتفك منك، وكمان خفيفة. يعني مش متحمرة بقى. احنا عارفين طبعا ان الحاجة المتحمرة بتكون شاربة زيت، وبيبقى يعني ايه، بتحس كده معدتك بتقلي فيها بعد ما بناكل حاجة متحمرة. انما لا، احنا هنعملها بطريقة تعتبر صحية، ويعني ونسبة مفيش فيها خالص خالص تحمير ولا اي حاجة. الاكله دي عندنا احنا هنا بنعملها بتبقى طعمها حلو جدا جدا، وهي كلها يعني حله واحده بس، مش بتحتاج بقى كركبه مواعين ولا اي حاجه خالص. حله واحده بس هنعمل فيه كل حاجه. وكمان هعمل معاكم القلقاس النهارده ان شاء الله باذن الله، اللي انا كنت جايباه برضو في مشتريات السوق. اللهم صل على النبي. هنا زي ما انتم شايفين انا حطيت في الاول في ارضيه كده الحله، حطيت بس معلقتين زيت ونزلت باللحمه اللي عندي. وبدات ان انا ارش عليها بس فلفل اسمر، وحطيت كمان حبهان واللهم صل على النبي، اللي هي الكبابه الصيني معاهم برضو علشان تتشوح كده وتدي للحمه طعم وريحه حلوه جدا. واديت صدمه كده للحمه زي ما انتم شايفين اهو. لحد ما خدت معايا اللون كده بالدرجه دي، نزلت عليها ببصلايه وطماطمايه وخلاص. وبرضو هبدا كده ان انا اشوحها و كله بقى يتجانس مع بعضه. بعد بقى ما اتشوحت كويس اللحمه، نزلت هنا عليها بالميه. بقى هننزل بالمرقه اللي احنا عايزينها علشان تسويه اللحمه. انا حطيت عليها ميه عاديه من الحنفيه، مفيش مشاكل خالص خالص. يعني لو انت بقى غاليه ميه برضو يفضل يعني. بس على كده خلاص، وهغطيها بقى. انا ما حطيتش ملح ولا اي حاجه. اي توابل انت حابه تحطيها حطيها من الاول، انما انا ما حطيتش ملح. الملح زي ما احنا عارفين بيبقى اخر حاجه خالص. اللهم صل على النبي اهو. بعد بقى ما اللحمه كانت داخله على سوا، يعني اللحمه 3/4 سوا. لان لما تتاكدي ان هي خلاص قربت تستوي، ابداي انزلي بالكفته اللي عندي. لان طبعا الكفته دي معموله بصدور الفراخ، يعني ما بتاخدش سوا خالص. يعني هتاخد على النار حوالي من ربع ساعه، يعني اقل من نص ساعه بتكون مستويه الكفته دي. فعلشان ما تتهريش منك لو انت حطيتيها من الاول خالص هتتهري. فانت حطيها لما اللحمه تيجي قربت على سوا. ببدأ انزل اهون بالكفتة. وبرضو لما نيجي ننزل بيها في الشوربة، يعني ما تنزليش كلهم يكونوا جنب بعض. حاولي ان انت تفردي صابع هنا صابع ورا، يعني وزعيهم كده علشان ما يلزقوش في بعض. اللهم صل على النبي. كده خلاص. هي غليت بقى، هسيبها بقى كده تعيش مع نفسها تستوي. انا بعملها بالخضرة مش بعملها بصلصة. ما شاء الله، علشان طبعا انا هعمل قلقاس بحبه جدا جدا. طعمه بصراحة بيبقى حلو قوي 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 وهو بالخضرة. فانا هعملها بالخضرة. عندي هنا يعني حاجة بسيطة جدا جدا من السمنة، يعني زي ما انتم شايفين قطعة صغيرة قوي قوي. نزلت عليها بفصين من الثوم او نص معلقه يعني من الثوم المجروش اللي كان عندي في الفريزر. وهبدا ان انا احمص الثوم شويه. وطبعا انا كان عندي كزبره. الكزبره انا كنت غسلاها ومنضفاها وناشفه، وهي كزبره خضراء بس كانت صفت ميتها وكده. وبدات ان انا اقطعها قطع صغننه جدا جدا. بس بحاول اخد الورق، يعني ابعد عن العيدان شويه. انا عايزه اخد اكبر كميه من الورق. العيدان انا مش محتاجاها في حاجه. دي أكلة جديدة، ممكن تكون الأكلة دي أكلة جديدة على ناس، وفي ناس ممكن يكونوا عارفينها. فيعني من باب برضو التجربة ممكن ان انت تجربيها، وممكن تعجبك، او يعني انت عارفة ولادك وبيتك بياكلوا ايه ممكن تعجبهم، وجربيها من باب التجديد برضو.
اللهم صل على النبي. عندي اهون هبدأ بقى كده ايه اشوح في التوم مع الكزبرة بالشكل ده، لحد ما احس ان الكزبرة دبلت معايا وبقت كمية صغيرة خالص خالص اهو زي ما انتم شايفين. وعلى العين التانية الكفتة مع اللحمة بتستوي وعايشة حياتها وتمام التمام وزي الفل. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده دلوقتي اهو الكزبرة والثوم بعد ما خلاص دبلت خالص وبقيت شوفوا يعني كمية صغيرة جدا، بروح واخداها وحطاها في خلاط مع نص كوبايه من الميه، وبروح اضربها كويس جدا جدا في شفشق الخلاط زي ما انتم شايفين كده، وببدا ان انا اضيفها على كفته الرز. وبوريكم ان انا كنت حاطه حبهان وكبابه صيني مع الاكل علشان خاطر يديله ريحه وطعم حلو. وبسم الله ما شاء الله الكفته اهي زي ما انتم شايفين يعني قدامكم، انا ما مش حاجه من وراكم. الكفته بدون تحمير ما فكتش ولا جرالها اي حاجه خالص. عندي هنا القلقاس دون انا كنت على الناشف خالص خالص قبل ما يتبل بروح مقشراه بفوطه كده وبمسكها وببدا ان انا اقشر في القلقاس، وبعد ما بقشره بفوطه بروح مسحاه كويس جدا ما ببلوش ميه نهائي، بروح مسحاه. وبعد ما بمسحه ببدا ان انا اقطعه قطع. هتقولوا لي القلقاس ازاي انت تعملي القلقاس مع الصوابع وكده هيبقى مش عارف ايه والكلام من ده، والله والله حلو جدا جدا جدا. اللهم صل على النبي. كده خلاص هسيبه بقى وبغسله بميه ساقعه. مهم جدا انت تغسلي القلقاس بميه ساقعه علشان ما ينزلش اي حاجه، لان الماده دي هي اللي الكويسه يعني بتاعته اللي فيها الفايده. هنا هعمل معاكم برضو اللهم صل على النبي هعمل الصابون بتاع غسيل المواعين، لانه طلب مني كتير جدا جدا اللي انا بغسل بيه المواعين اللي هي الالومنيوم. عندي هنا الصابون، عندي ربع كيلو بوتاص وكوبايه ميه وكوبايه من البريل وكوبايه دقيق، وربع كوبايه كده حاجه بسيطه جدا من الخل وكيس برسيل جل ولتر ونص من الزيت وليمون. اول حاجه هنزل كده بربع كيلو البوتاص على كوبايه الميه وابدا اقلب بحاجه خشب. مهم جدا ان انت لما تيجي تعملي الصابون تقلبي بايد مقشه خشب زي كده، وكمان الوعاء او الحاجه اللي انت هتعملي فيها تكون بلاستيك او ستانلس. المهم تبعي، لا يفضل كمان البلاستيك افضل وافضل. ابعدي عن الالومنيا علشان خاطر احنا طبعا عارفين ان البوتاص حامي ويعني ممكن يضر الالومنيا اللي عندك، فيفضل ان انت تعملي في جردل زي كده حاجه بلاستيك وتبداي ان انت تعملي فيها. ربع كيلو البوتاص وكوبايه الميه دوبتهم لحد ما داب، بدات ان انا انزل بالزيت بتاعي مع التقليب، يعني كل ده وانت بتقلبي شغاله في التقليب. نزلت بالزيت زي ما انتم شايفين وبرده بالتقليب بدات ان انا انزل بكوبايه البريل. البريل برضو بيديله لمعة ونظافة للحلل والحاجة لما انت تيجي تغسلي بيها، وكمان ما بيسيبش اي اثر خالص. احنا عارفين ان الصابون بيعمل ايه يعني زفلطة كده او بيسيب رواسب من الدهون على الحوض، لا خالص. لما بتحطي كيس برسيل الجل وكمان بتحطي كوباية البريل بيخليه حلو جدا جدا وبيلمع عن تجربة والله، وكل اللي جربوه شكروا فيه. نزلت بالبريل والبرسيل الجل وكمان معلقتين من الملح. اللهم صل على النبي. وكمان هبدأ انزل بكوباية الدقيق، كوباية واحدة بس من الدقيق علشان يخليه يربط ويبقى له قوام كده حلو، والصابونة تقعد معاكي مدة فترة يعني ما تبش بسرعة. وانا بقلب هبدأ انزل بالليمون. الليمون احنا عارفين ان هو برضو بيلمع وجميل جدا وبيعقم. لو كان في جليسرين انا كنت ضفت جليسرين، بس بصراحة الجليسرين خلص من عندي. بعد بقى ما قعدت اقلب حوالي 10 دقايق، انا عندي هنا دون يعني درج مكتب، انتي ممكن صندوق، ممكن صاج من بتاع الفرن وتبطنيه بالكيس كده او مشمع. المهم ان انت تبطنيه علشان لما تيجي تشيليه تعرفي تشيلي من الحاجة اللي انت حاطاه فيها. زي ما انتم شايفين اهو كده خلاص نزلت بيه، ما خدش معايا ربع ساعة بالظبط وكنت عاملاه ومخلصاه. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا جدا والله، حاجة كده تحفة، والناس اللي جربوه شكروا فيه جدا. اللهم صل على النبي. كده خلاص اهو صبيته في الدرج. انا كنت عاملة ده بالليل تمام، يعني كنا بالليل حوالي الساعة 10 11 كده.
سبته بقى لتاني يوم علشان خاطر يمسك واعرف اشيله من الدرج. وبرده ما تسيبوهوش في الدرج او في الصندوق اللي انت حاطاه فيه، ما تسيبوهوش يومين وثلاثه. يعني حاولي كده مجرد اول ما تلاقيه مسك و يعني بدأ يتشكل، حاولي ان انت تشيليه علشان تعرفي تقطعيه، لان لو جمد وهتيجي تقطعيه هيتكسر منك وهيبوظ. زي ما انتم شايفين اهو، ده بقى كنا تاني يوم الصبح. انا كنت عاملاه بالليل وسبته بقى طول الليل لحد ما مسك. تاني يوم الصبح بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خلاص بقى متماسك. هو لسه ما نشفش بس في المرحله دي مهم ان احنا بقى نطلعه من الصينيه او الدرج اللي احنا حاطينه فيه، ونبدا ان احنا نقطعه علشان لو نشف مش هتعرفي تقطعيه وهيبقى صعب جدا جدا في التقطيع. اهو اللهم صل على النبي، زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله جميل، وعامل لي كميه حلوه جدا 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 بلتر ونص بس من الزيت. والزيت دون زيت انا كنت بتاع تحمير بطاطس، تحمير بتنجان. الزيت بتاع التحمير يعني زيت مستعمل، يعني ما كلفنيش حاجه خالص خالص. انا ما بضيفش بصراحه زيت بتاع السمك، انا اصلا مش بقلي كتير. وكمان لو حتى ما بلاش زيت السمك علشان ما تحسيش بزفاره. بس بصراحة البريل والبرسيل الجل لما احنا بنضيفه عليه بيديله ريحة ورغوة ولمعة بصراحة تحفة. وكمان ما بيسيبش اي اثر للدهون نهائي خالص في الحوض او على ايدك لما انت تيجي تغسلي بيه. اهو اللهم صل على النبي، شوفوا ببدأ كده ان انا اقطع بيه، يعني ده بس مسافة الليل. فعشان كده بقولك ما تسيبوهوش مدة طويلة في القالب اللي انت حاطاه فيه. حاولي تطلعيه مجرد ما يبدأ يتماسك علشان تعرفي تقطعيه. وبعد ما بقطعه قطع كده بروح حطاه على صينية او على اي حاجة، المهم بخرجه البلكونة. بسيبه حوالي 4-5 ايام، ممكن اسبوع، لحد ما تتأكدي بقى ان هو نشف تماما تماما. بس طبعا ما تحطوش في الشمس، انا بحطه في حتة ضلة تهوية لحد ما تتأكدي ان هو نشف تماما خالص. وبعد كده بحطه في درج التربو وبستعمل منه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله قطعة الصابون، شوفوا ولما هتجمد لونها بيفتحي كمان اكتر من كده. ما شاء الله اهو. بتبدأي بقى تشيلي كده قطعة عن قطعة وتفرديهم بعيد عن بعض، وحطيهم زي ما قلت لك في بلكونة او في أوضة، يعني مكان فيه تهوية، علشان خاطر ينشف من جميع الجهات، وتبعديهم عن بعض زي ما انتم شايفين كده. والقطعه بسم الله ما شاء الله كبيره، يعني ما كلفنيش حاجه ووفرتي على نفسك كتير. ده الصابون اللي انا بلمع بيه الالومنيوم، علشان كتير سالوني الالومنيوم انت بتلمعيها بايه او بتستعملي لها ايه. بستعمل لها الصابون ده. اتمنى ان انتوا تجربوه، وكمان جربوا الاكله هتعجبكم جدا جدا. يا رب النهارده الروتين يكون عجبكم والفيديو يكون استفدتوا منه. انا حبيت كده ادخل لكم الوصفتين الاتنين دول مع بعض، طريقه كفته الرز اللي انا عاملاها، وكمان الصابون زي ما وعدتكم وقلت لكم هنزله لكم. وانا تحت يعني وانا مستنيه ارائكم واللي انتوا عايزينه. اكتبوه لي في التعليقات، وعنيا ليكم ان شاء الله نعمل كل اللي انتوا عايزينه.